ما قدرتش أعدّي الفترة دي من غير أي كيك أو أي حاجة تخُصّه، لإن أنا أصلًا تقريبًا كنت باعمله بشكل شِبه يومي، فما كانش عندي أي حلول تانية، فعملت الريفاني أو الرواني. عايزة أقول لكم حلوة جدًا، ولا لبن ولا زبادي ولا حليب، هتطلع معاكم هايشة وبتدوب وهتتاكل أكل من أول قطمة، هتتخطف منكم وبأسهل طريقة ممكن تتخيلوها. السيرب بتاعي هنا بتاع الرواني بيكون قوام الوسط المظبوط، يعني ولا خفيف ولا تقيل. عندي هنا كوباية ونص من السكر وكوباية ونص من المية ونص معلقة صغيرة لا كبيرة، نص معلقة كبيرة عسل جلوكوز ومعلقة كبيرة عصير ليمون. بيغلي بالظبط 12 دقيقة أو يمكن 11 دقيقة لو النار بتاعتكم هادية، والأحسن مع الشربات علشان ما يسكرش منكم أو ما ياخدش قوام انتوا مش حابينه انكم تستنوا عليه على نار عالية. أول ما يغلي نهدي النار. في بولة عندي جبت 3 بيضات ومعاهم كيس من الفانيليا أو معلقة صغيرة فانيليا لو الفانيليا بتاعتنا سايلة. عندي هنا نص كوباية بس من السكر. ببتدي ان انا اخلطها كويس قوي مع البيض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مجرد ما اتخلطت بنزل بكوباية من عصير البرتقال. ممكن يبقى برتقال فريش او باودر. ودي النص كوباية التانية، يعني كوباية ونص. انا هنا عملت ميكس ما بين البرتقال البودر والبرتقال الفريش. عندي هنا كوباية بالظبط من دقيق السميد او دقيق البسبوسة او اكياس البسبوسة الجاهزة المتوفر عندكم. عندي 3 معالق كبار من جوز الهند المجروش اللي هو بيكون خشن شوية مش الناعم. ببتدي ان انا اخلطهم وبسيب الخليط ده يرتاح تقريبا من 10 دقايق لربع ساعة. لما يرتاح هيوصل معاكم للقوام التقيل اللي انتوا شايفينه ده. هنا هنزل بكوباية ونص من الدقيق العادي متعدد الاستعمالات. عندي باكت من البيكنج باودر او ما يعادل معلقة كبيرة وربع معلقة صغيرة من الملح. ببتدي ان انا يدوب اخلط. بصوا بمنتهى السهولة بتتلم معايا. عايزة اقول لكم حرفيا كانت وهم. بالظبط في الفرن انا حطيتها في صاج 30 في 40. هتاخد معاكم من 25 ل27 دقيقة مش اكتر من كده. لو حسيتوا انها لسه لونها فاتح ممكن نولع الشواية دوب دقيقتين تاخد دقيقة واحدة. ولكن لو الفرن توزيعه كويس وحرارته كويسة مش هنحتاج شواية ولا اي حاجة. هنا في الصاج بتاعي انا سخنته بس علشان الزبدة تسيح على طول. هديله دهنة بسيطة من السمنة او زبدة على حسب المتوفر واللي تحبوه. وهبتدي ان انا انزل الخليط. في الوقت ده انا ولعت الفرن بتاعي على حرارة 200 واستنيت ان هو يسخن. مجرد ما الفرن بيسخن بنخلي الحرارة على 180. بتاخد من 25 ل27 دقيقة تاني بأكد علشان ما تنشفش منكم او تتحمص وما تبقاش حلوة من جوه ما تبقاش طرية ولا بتدوب معاكم. ببتدي ان انا اوزع العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بتأكد انها وصلت لكل الاطراف. الصينية بتاعتي او الصاج على حسب انتوا بتخبزوا في ايه اخبطها كويس قوي علشان اكد ان هي فرغت الهواء. بعدين دخلتها الفرن. الشربات زي ما انتوا شايفين كده قوامه وسط مظبوط، اللي هو ولا تقيل ولا يكون خفيف. عايزه اقول لكم حلوه جدا بتدوب. بصوا لونها اصلا قمر. ريحتها بقى وهم. ريحتها قلبت الشارع حرفيا. الكيك بتاعي لسه خارج من الفرن او الرواني بتاعتي لسه طالعه من الفرن. نزلت عليها الشربات. مش بننزله مره واحده، احنا بننزل كميه نتأكد ان هي اتشربت. بننزل الكمية الباقية لحد ما نخلص كل الشربات بتاعتنا. تقدروا تكتفوا بيها سادة وتقدموها بالشكل ده. انا زينتها بشوية جوز هند وبعدين شوية من الكريز وشوية فستق. تقدروا طبعا تسيبوها سادة او تكتفوا بجوز الهند او كريز او بدون خالص. دي حاجة ترجع لكم وعلى حسب رغبتكم. عايزة اقول لكم حاجة كده فعلا تاخد القلب. بصوا بقى اصلا جوز الهند مع الرواني او الريفاني بيبقى حلو قوي مع رشة الفستق والكريز. الحاجات دي كلها هتنقلها معاكي في حتة تانية خالص وهتخلي طعمها حلو جدا.
ولايك وشير يا حلوين لو عجبكم الفيديو، وصحة وهنا.